إدارة الجموع لأنه معنا دونك فساهم في هذا المشكور بطبيعة الحال. راه هاد الإخوان كلهم كنتمناو لهم التوفيق في المعهد ديالهم الجديدة. هناك كيفنا بطبيعة الحال جوج ديال القوات الآخرين ما حاضرينش معنا لإكراهات خاصة، كنتمناو لهم كذلك التوفيق والنجاح في المهام ديالهم اللي غادي يتكلفوا بها. أنا كنستغل هذه الفرصة باش تعلمون جيدا نذكر بأنه هناك مفهوم جديد للسلطة وسيدنا المايسترو الخطاب ديال 12 أكتوبر 1992 تقريبا كان بطبيعة الحال الخطاب ديالو خطاب تاريخي لتعطيل الخطوط الأساسية ديال شنو هو المفهوم الجديد للسلطة وكيف يجب أن نتفاعل مع المشاكل ديال الساكنة وكذلك نتفاعل مع كل ما يهم التدبير الترابي بشكل عام. واللي كنشوفوا من خلال هذا الخطاب التاريخي وكذلك من خلال كل المبادرات اللي سيدنا الله ينصرو يعني عطى انطلاقه ديالها في الفتره ديال تربوية العرش، فكلها تصب في نقطة أساسية ومحورية وهي اللي كتجمعنا كاملين، ولا كل واحد فينا حاول أنه يضبط المهام ديالو كيلقى بأنه كنا حنا هنا مجتمعين بخدمة المواطن. المواطن راه المواطن هو الأساس، وسيدنا الله يسر كيأكد على هذه المسألة، وكتشوفوا المسألة راه أساسية وجوهرية، وكل واحد فينا بالإمكانيات ديالو وفي إطار الاختصاصات ديالو يحاول أنه يشتغل. ولهذا نحن ملزمين جميعا كجماعات تراثية كهيئات قضائية وأمنية كمجتمع مدني كمصالح خارجية كرجال السلطة، كل شيء خصنا نديرو يد باش يمكننا نشتغلوا جميعا لفائدة المواطن. ولا أدل على ذلك أكبر مثال هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هذا واحد مشروع كبير شونتي دو غان، يعني واش ملكي كبير، وهو اللي يعطينا المثال والنموذج ديال كيفاش خصنا نشتغلوا الجميع باش يمكننا بطبيعة الحال محاربة الفقر والهشاشة ونركبوا بالمواطن كإنسان عنده العزة ديالو والكرامة ديالو ويعيش واحد الظروف جد سليمة من حيث جميع الخدمات المرتبطة بالواقع ديالو. فلهذا أنا كنستغل هذه المناسبة باش نأكد أساسا على أنه رجال السلطة لا اللي حاليا راهم باقيين في المواقع ديالهم ولا اللي هادو يلتحقوا بنا، راه كاينه نقطة أساسية هو الاهتمام بالمواطن، ولكن الاهتمام بالمواطن كيتجلى من خلال واحد العدد ديال الممارسات. كاين النقطة الأولى هو رجل السلطة يجب أن يتفاعل مع المنتخبين، وانتم كتشوفوا جيدا بأنه منذ هذا خبير من الأعداد الشريفة هذا الوقت إلا وكتشوفوا كيفاش كنا كنحاولوا أننا نهتموا بالسادة المنتخبين وكنهتموا بالمجالس المنتخبة وكنهتموا بالمهام ديالهم، لأن مهام جيل المدينة كتدخل في إطار ديالنا مركزية واش كبير اللي كيرسخ السياسة ديال القرب اللي بطبيعة الحال تدبير الشأن المحلي ديال المواطن.